شاهد ماذا فعل الجمهور المغربي بعد فوز المنتخب على الأرجنتين. لقطة عالمية تصنع الحدث وتدهش العالم. لكن قبل أن نبدأ، إن كنت فخورا بما حققه أبطال المغرب فضع إعجاب على هذا الفيديو، واذكر الله وصل على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في مشهد لم يمحى من ذاكرة كرة القدم العالمية. وبينما كانت صفارة النهاية تعلن فوز أسود الأطلس على منتخب أرجنتين في قلب فرنسا ضمن ألعاب الأولمبية، انفجرت المدرجات المغربية بالفرح والدموع. لكن ما حدث بعد المباراة جعل العالم بأسره يقف احتراما لهذا الشعب العظيم. الجمهور المغربي بعفويته الصادقة وحبه الذي لا يضاهى قرر أن الفوز لا يكتمل إلا بمصافحة أبطال على أرضية الملعب. مئات المشجعين نزلوا إلى أرضية الملعب ليس لحدث فوضى، بل ليعانقوا اللاعبين الذي رفعوا راية المغرب عاليا. يا لها من لحظات خالدة، لحظات تختصر كل معاني الحب، الانتماء والكرامة. المشهد كان مدهشا. رجال الأمن الفرنسيون حاولوا بكل طاقتهم إيقاف مد المغربي، لكن دون جدوى. الجماهير المغربية كانت تركض بسرعة أبطال أولمبيين، بخفة، بحماس، وكأن روح المغرب كلها نزلت إلى الميدان تحت راية واحدة. لقطة كهذه لا يمكن أن تراها إلا في المغرب، بلد العز والمجد، بلد لا يفرح وحده بل يجعل العالم كله يفرح معه. هذه ليست مجرد مباراة، بل لوحة فنية رسمتها جماهير مغربية بحبهم وفخرهم وولائهم للوطن. نعم، هؤلاء هم المغاربة، إذا أحبوا أدهشوا، وإذا فرحوا جعلوا الكوكب كله يتحدث عنهم. ملايين حول العالم أعادوا هذا المشهد مهيب مرارا، لأنه ببساطة مشهد من المستحيل أن يتكرر في أي مكان آخر. اللهم احفظ المغرب وشعبها وأبطالها الذي أعطوا للعالم درسا في الوطنية، في الاحترام، وفي عشق الكرة